حصل جوا البيت وكان من المفترض تتحل شنو؟ يعني لا، الأم من هناك سمعت. وفي بعض الرجال الأبهات اللي هو أبهات أبو البيت أبو المرة دي، والله ما بيسوا الأمهات ذاتهم، ما بيسوا زوجاتهم، يجي يأجج الموقف. وأصلا يا بنت اقعد والله يا أخي أنت أول حاجة أخينا يروّل عليهم وللبروق الشارع لدوك أيام. وشوف الكلام الأساليب اللي ما بتجي، اللي أصلا ما بيشبه سلوك المسلمين، اللي أصلا لا قرأ سيرة لا قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم خش في بيت السيدة بنته السيدة الشريفة السيدة فاطمة، فلقى في وش السيدة فاطمة شنو؟ شوية كده متغيرة. في شنو يا بنتي؟ شوفوا التربية. صلوا على الرسول. شوف قال وين علي؟ لاحانا فخرج، يعني قال حصل مشكلة فيما تلاحيتم في شنو، يعني شاكرتم في شنو؟ شوفوا النجيضة. شوف أنا مش قلت لكم الصحابيات دي إذا حصل فيهم حاجة ما قلت أدب منهم، لا لما تحصل شيء زي تنزل آية من خلال سبب نزول. لكن ديل شوفوا ديل يربوا بالمناسبة. بس العبارة بتاعت السيدة، الموقف بتاع السيدة فاطمة، نحن لو بقينا يا أخي أبوها ده النبي لما جاء مالك يا بنتي سكتت شوية. أين علي؟ راجلك وين؟ لاحانا فخرج، شاكل وكده ومرق. ده الرجل النجيب أول آية، الرجل اللي ما بيطلع عليه المرأة من البيت. الراجل يقوم يعمل شنو؟ يخلي المرأة وهو يمرق، يمشي له يشوف له مسيد ولا يشوف له أي حتة كده يمشي يرقد أو يلفلف كده ويجي. سيدنا علي سيدنا رسول الله صلوا عليه، الرسول قام سأل فيما تلاحيتم، شاكلتوا في شنو؟ الرسول السيدة فاطمة قامت قال أسأله تكجسي ليه الله يسارة من هذا يا أبوي أي تنكلوكو هي كثيرا ينكلوكو نتولي دريتشاكي الصيحة أي ما هو حاجة تبتبته أي قمقود أي تكما ده اسمه التدخلات الخارجية السالبة. التدخلات السالبة الصاحبات برا في ناس دايرين يفرتبوا البيت دي، هكذا شياطين الإنس. الشيطانة دي بتقوم تعمل لها شنو؟ تزين لها تدخل خارجي سالب. نحن في الدين الإسلامي الدين النصيحة، مش دين إنه يمشي يعشش لها كده ويفرتق البيت. كسرنا فتاكينا كجاك بدو قابل أصير في نشاط الميري ويمك كاردا كتيرو جلد إكك خدامك رنا ردا جننا مغوسة فيمي ما بروش أولمي ترتريزات كورتيجا وجا ترتر إنترنالي دي تانين كلام كثير اسمه التدخلات الخارجية دي بيأججوا وخلي مشكلة تيجي. الأطراف هم أصلا اللي بيأججوا هم الأطراف، لكن الرسول ما كان هكذا، ولا وصانا رسول الله هكذا، ولا كانت سلوك السيدة فاطمة والصحابيات ما كانت كده، ولا سلوك اللي السلف ما كان كده. طيب النتائج المترتبة على المشاكل الزوجية، حصلت مشاكل، حصلت نعرات، حصلت كلام، قال لك مشكلة واحدة بس رفع صوت ونعرة والراجل مش رقد بجهة والمرة رقدت بجهة، الليلة دي بتكون أنكد ليلة للأطفال. قلوبهم دي بالمناسبة قلوب عصافير، بأي حاجة كده القلوب دي بترف. ولو دير تعرف الحقيقة أمشي عامل كده بس طبطبة في أضان الليل الطفل وخد يدك على شنو صدر الطفل، والله يدوق زي طاحونة. قلوبهم دي بالمناسبة ضيفة، فبيقوم يعمل شنو؟ قلوبهم دي تتكسر. والله لو أكلتهم تاني شنو؟ نعم الدنيا دي كلها ما بيستسيغوا طعم الحياة، لأنهم السعادة الأطفال دي بيستشفوها من خلال الأنس والونسة اللطيفة، ومن خلال التساير في الحياة الأخذ والعطاء، ومن خلال يستشفون الحياة والسعادة الحياة من بين عين
شفت الطرف ده والطرف ده، محل الكاشير ده ال 111 ده، لما يشوفوا 111 امورهم دي كلها بتتكدس. في اي حاجه بيتراجعوا لورا، حتى في صحتهم ما بيمشوا لقدام، في المدارس ما بيمشوا لقدام، يمشي برا يبقى عدواني لانه هي شايف العدوان جوا البيت واحده من النتائج بتاع المشاكل الزوجيه. صلوا على النبي. الاثر النفسي يا اخي، المرأة ذاتها بعض المرات لما تكون في مشاكل نفسياتها ما تكون مضمنه لها. يا اخي لما تزوجوها كانت ما شاء الله، بس دي سنه دي سنتين والله الشباب كان ذاتي منفجه، حيويتها انتهت. ليه؟ لان هي سميعه ورتنجه قاعده ايوه ما يكون كل وقت يوقع وكاشن كان هيك كانت تقالد بالاكل والشراب. لا النفسيات دي لازم تكون قاعده. واللي بيروج النفسيات المرأة، هي اللي بترتب البيت وهي اللي بتغير الزوج. طيب تضرر الأطفال اتكلمنا فيه، تفكك الأسرة، مشاكل البلد، الطلاق. يا أخي الطلاق ده لما يحصل طبعا ده في يقول لك يا أخي والله دينا نجي فاجوس يا أخي، لكن بينه وبينك أنا في حالة الغضب قال طلقت هوي ما بي في حالة الطلاق، هو في حالة شنو يعني؟ هو بيضحكوا كده ويطلقوا حالة ليه ما عملت ضبط النفس؟ لأنه أنا ما عندي إيمان فيه فرملة، ما عندي قلب فيه إيمان. إذا ما عندي فرملة طوال الطلاق جاء في كلام كثير بيتقال، حرب بيدقنا بتاني يكون أحسن تربية من الوراك. هم ما لقوا في الحياة هم وأبوهم زادوا يتربوا، اللي يربيهم يعني والله يعني قريب ما شاء الله. أصل الناس يقولوا تلين يقولوا ما قالوا كويس هوي الكلام ده خلي بالكم. إن النجا بتاعت النجوم الحرب بيجي والنجوم ده ممكن يرعاون، ممكن المراعاة اللي أنا قلت لك يأكلهم يشربهم يعاليهم ربنا ويسير له. لكن وين التربية؟ التربية بيكون زي الكتاب ده، غلاف بيجاي الزوج، غلاف بيجاي الزوجة، جوا هنا دير الذرية لازم هكذا. ويتلاتوا نقر هلوسو يموت عني تو هلوسو ده ما بيعتبر. عشان كده حافظوا وامشوا فتشوا الحياة الزوجية السليمة